القصه ديال هاد البنت واللي وقع ليها ما نبغيها توقع لحتى شي بنت مغربيه. تخيلوا معايا بسبب الحب دارت ليها اكبر شمس العشيه، وردوا البال نتوما اللي وقع لكم بحالها. انا مصطفى الاشهب كنقدم قصص حقيقيه اللي كناخذوا منهم عبره. هاد البنت من نيويورك في عمرها 33 سنه، تعرفت على هاد الدري الباكستاني في انستغرام وفي عمره 19 سنه، يوميا كيتواصلوا مع بعضياتهم ميساجات ابل فيديو، حتى لواحد النهار هو يعترف ليها قال لها كنبغيك وبغيت نتزوج بك. حتى هي ماشي من العاكزين وجمعات باليزتها وقطعات البي وشدات الطياره لباكستان. استقبلها هو في المطار شويه قال لها بلاتي واحد الدقيقه انا غادي نرجع عندك دابا، ولكن السيد من تما ما عاودش رجع عندها. ملي صونت عليه وقالت ليه فينك قال لها شوفي يا بنت الناس انا راه كنبغيك ولكن والديا ما بغاونيش نتزوج بك وخصوصا انت مطلقه وكبر مني. السيده تشوكات ما فهمت والو 7 ايام وهي في المطار. جاو البوليس لدرجه انها تواصلوا مع السفاره الامريكيه باش ترجع ولكن والو ما بغاتش. قالت لهم انا بغيته هو وجيت على قبله خصني نتزوج به. خرجت من المطار وتشردات وبدات كتقلب على دارهم حتى لقاتها ومشات قدام دارهم بت تما كتاكل وكتنعس كدير كلشي قدام الدار. عياو معها الجيران والحي كامل باش يرجعوها لبلادها ولكن والو ما بغاتش. عائله الولد قالوا لهم باللي حنا ما في خبارنا والو. حاجه وحده اللي قال لنا ولدنا باللي ماشي هذه هي اللي كيشوف ابل فيديو وتصاور، يعني السيده كانت كدير الفلتر. انا بيني وبينكم اللي بقى فيا هي البنت لانه صراحه بغاتو من قلبها وحباتو ولكن هو ما يستاهلهاش نهائيا. واش عمركم وقع لكم بحال هاد البنت ديجا دار معاك شي واحد في شي مدينه ولا شي بلاد منين جيتي خوابيك؟